بعد ما عملنا بارت 1 للهوت شوكليت وعجب ناس كتير، كل الناس قالت لنا جرب موكو وكوفي كلتشر. احنا جينا الفيديو ده عشان نقول لكم احلى 3 اماكن ممكن تجربوا من عندها الهوت شوكليت. وبدانا بموكو فيو فينيس في التجمع، وجبنا من عنده الدارك هوت شوكليت. لا دارك قوي قوي يعني. وجنبيه على طول كوفي كلتشر فيو فينيوز برضه بيعملوا تورشنج للمارشميلو من فوق كده، وهو قال لنا بيستخدم ميكس ما بين الميلك والدارك بلجن شوكليت. طعمه احسن ما تخيلت بس مش مميز فعلا. بعد كده رحنا على تشوكليت فاكتوري ترند كل سنه في الهوت شوكليت، وهو اول واحد عمل الموضوع ده انه يحط لك الشوكليت فليكس على الهوت شوكليت من فوق، فلازم تقلبها كويس قبل ما تشربه، وده الصراحه كان مظبوط قوي وطعم الشوكليت فيه واضح. اما دولاتو بقى بيستخدم الايطاليان هوت شوكليت، والصراحه قوامه عجبني قوي، السكر بتاعه كان مظبوط. بعدها رحنا على كيبيز، وده كان مفاجاه بالنسبه لنا ان هو بيديك الاوبشنز كلها، فانت ممكن تقول له انك عايزه بالمارشميلوز بس او بالوايت والميلك شوكليت فليكس، او انت عايزه بقى السيجنتشر بتاعهم اللي بيتحط عليه كله والجينجر براد كوكي من فوق. وعيبه الوحيد انه كان مسكر سنه زياده. جامد قوي، في فرق بينه وبين الباقيين صراحه. وده كان راينا قبل ما ندوق فلير، وهو بيديك الاوبشن سواء انت عايز ايطاليان او بلجن هوت شوكليت، حتى في التوبينجز بيديك كذا اوبشن، فاحنا اخترنا الويبنج كريم والمارشميلوز عشان يبقى زي الباقيين. هو بجد لا حلو. واندران ده بقى كان ترشيح قوي قوي من ناس كتير، وسعره كمان كان ارخص كتير من الباقيين، ان اكبر سايز عنده كان ب 130 جنيه. لا حلو عامه والله، مفاجاه يعني. واخر مكان معانا هو سيمونز، وبعيد عن ان احنا بنحب سيمونز وبنجيب من عندهم ديزرتس كتير، اتبسطنا اكتر لما سابونا نعمل تورشنج للمارشميلو بنفسنا، بس للاسف الهوت شوكليت كان اقل واحد فيهم. فاحنا بعد ما جمعنا لكم 12 مكان ما بين بارت 1 وبارت 2، هنا نقول لكم ايه هم التوب 3 بالنسبه لنا. واكتر مكان عجبنا هو فلير، تاني واحد كيبيز، تالت واحد فاسكو او تشوكليت فاكتوري. بس كده، ونشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.